برصة وستيك كأنك جايب صباطة موز. دنيا ريشة في هواك طايرة من غير جناحين بكرة هنكون فين. أهلا بيكم في مقارنة أكلة هوانم جاردن سيتي. نسمي الله ونبتدي. نبتدي بكباب. طيب طلبنا كيلو ريش وهو ب 1450. ريحة ومنظر 10 من 10. تعالوا نوزن. صفر ميزانك وحط ريشك، واهم حاجة وانت بتطلب تركز مع بتاع الكول سنتر وتقول له ريش ايه؟ ضاني مش بتلو، لان في بتلو والمقارنه فاتت جابوا لنا ضاني وبتلو 700 جرام 700 جرام بدل كيلو. ليه كده يا طيب؟ اقول لك على حاجه، دي ريشه مزه صح؟ ريشه غزاله دي تعلي الكوليسترول. دي بص هنا، بص هنا ايه اللي بيحصل. هي الريشه بتبقى عليها طبقه دهنه كده خارجيه. يلا بينا. لا يا يوسف قرب وبص على جمال الريشه، نضيفه نظافه لزلوصه بتعلي الكوليسترول دي. ها تعالى ننزل بيها كده في الطحينه. يلا بينا. طيب بامانه الله هي دي اختيار قطعه لحمه على فكره، ان هو يطلع ريشه بص من فوق لتحت فيها دهن باينه قدامك. سعرها غالي شويه، هي كيلو ب 1450، ولكن مش هقول ان هي احسن واحد غير لما نقيم الثلاثه. خش على اللي بعده. ايه تاني واحد؟ الدهان. ايه عايز تاكل ايه؟ تاكل ريشه؟ ها؟ عم عماد، تحيه لمستر عماد اللي بيعمل فيديوهات الدهان. 1350 1300 فاهم انت؟ هي بالرز بالحاجات دي كلها. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. تيجي نوزن؟ يا لهوي نوزن كده 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 كده. ايه ريش ايه؟ اديني في الدلعولي كام؟ 700 جرام 700 جرام يعني زي الطيب بالظبط. ريشه فيها حته دهنه من تحت، واخد بالك في الحوار ده؟ كل ريشه، ده مش ريشه واحده ولا اتنين، كل واحده فيها حته دهنه مدلدله كده صغيره صح؟ تحسها محمره شويه عن اللي فاتت صح؟ التانيه كانت بيضه قوي، ودي على فكره عظمتها يعني بجد مش ههزر ان ده نوع خروف، يعني ده خروف بجد والتاني خروف تاني، يعني ما اعرفش ايه الفرق. طبعا هم ادرى. تحفه ومسكره وتتبيله حلوه، ولكن تحس ان هنا العظمايه اكبر شويه، اكبر في السن، وتحسها عايزه سنه كمان. هي حلوه قوي بس انت واخد بالك من اللي انا بقوله. عارف لو خدت سنه كمان على الشوكه تبقى ايه؟ هي استيك مش هكدب. خش على بعض. اخيرا قصر الكبابجي. يا لهوي كلمه على معان ابن لذينه، بس السعر ايه؟ مش ابن لذينه 2050 جنيه غير الضريبه. مرصه استيك بص كأنك جايب صباطة موز. 714 جرام يعني هو كده. دي تقريبا عادة عند مطاعم المشويات لان كلهم شبه بعض حتى قصر كاجي. بس هنا ايه بقى؟ ريشه قاطعها جزار بالمسطره، بمسطره ابن اللذينه صح؟ بص انا شايف ولا واحده مختلفه عن الثانيه. دي ده فعلا ده ما بيهزر، يخرب بيت عقله، ده منقيهم بالواحده. يا ابني يا عم ايه ايدك ما جلتش في واحده. يقول لك الدنيا ريشه في هواك طايره من غير جناحين واحنا النهارده سوا وبكره هنكون فين في الدنيا. الله يسامحه اللي كان السبب ناكل الريشه. هما بيعملوا رز بشعريه قليل الادب، وانا من عشاق الرز بشعريه من عندهم. بص كده، بص حته الدهنه دي تعلي ايه؟ كوليسترول. تعلي كوليسترول واحياء. بص كوليسترول ولا لا؟ كوليسترول فين ده يا عزيزي؟ كوليسترول في السهم بجد مش بهزر. حتى لو في الريشه دي ريشه بتاعت زمان ياض، بتاعت ست وستة كانت متغذيه من فوق لتحت لحمه باين عليها حصل. بنت ناس. تعالي لي ارفع الكوليسترول لفوق، تعالي لي السما. بص دهونها يقول لك قد تاكل ريشه دي حاجه مشويه خفيفه. الكوليسترول موجود مش بنهزر. احنا بناكل دهون. يلا اسمع مني. ايه اللي بيطلع وحياة ابوك؟ ايه اللي بيطلع من الريشه؟ يقول لك الدنيا ريشه في هواك، ده كوليسترول في هواك. يلا ريشه من بتاع زمان، ست وستك ياض لما كانوا يشوا الريش كده ويتغدوا. في الاخر يا عزيزي الطيب الريشه مسكره وجميله وب 1400 جنيه، الدهان ب 1350 وحلوه، ولكن بامانه الله ده خروف وده خروف وده خروف. 3 انواع بجد مش بهزر. يعني بيبقى فيه بري
في مش عارفه جدي، في تيس. انا مش بهزر، ما تاخدوش كلامي تريقه، مش بهزر. صدقوني 3 كل واحد ليهم طعم، كل واحد ليه تتبيله، كل واحد ليه قطعيه، كل واحد ليه قطعه دهنه معينه حاططها عشان تعلي كوليسترول للناس من غير ما تتحس. انا وريتها لك وخفت عليك، قلت لك الكوليسترول فين، كان معاك هاني فود بمقارنات كتير. اعمل لايك وكومنت وشير وكلام كتير. سلام.